قناة الأستاذ محمود يونس على اليوتيوب. معروف عن المخدرات انها بتتشرب مش بتتسمع. هو البانجو اشتغل هنا كمان؟ سنة 1839 اكتشف العالم الفيزيائي هنري توف حاجة جديدة، انك لو سلطت موجتين مختلفين في التردد عن بعضهم في ودانين الاتنين بينتج موجة جديدة. الموجة الجديدة دي مسؤولة عن تنشيط بعض الخلايا في المخ لإفراز مواد مسؤولة عن النشوة زي الدوبامين. سميت هذه الظاهرة باسم بينرز بيتس. استخدمت أول مرة سنة 1970 في علاج بعض المرضى النفسيين اللي كانوا بيعانوا من الاكتئاب والقلق، وده لأنهم كانوا بيرفضوا العلاج بتاعهم. كانوا يستخدموا هذه الظاهرة في إنهم يحفزوا خلايا المخ إنها تفرز بعض المواد المسؤولة عن النشوة زي الدوبامين، واللي كان بيساعدهم على تنظيم النوم وعلاج بعض الأعراض الاكتئابية اللي كانوا بيعانوا منها. باختصار، إن الموجات الكهرومغناطيسية دي هي كانت المسؤولة عن تنشيط بعض الخلايا في المخ انها تفرز المواد النشوه زي الدوبامين. الموضوع ده ابتدى يتطور مع ناس كتير، وانهم بداوا يستخدموا الظاهره دي في انهم يزودوا الجرعات اللي بياخدوها من الدوبامين او المواد المنشطه زي السيروتونين المخ. بمعنى احنا لو عرضنا الودان اليمين مثلا لموجه 325 هرتز والودان الشمال لموجه 315 هرتز بينتج موجه جديده. الفرق بينهم 10 هرتز. ال 10 هرتز دول هم المسؤولين عن تحفيز خلايا المخ انها تفرز ماده الدوبامين، ان هي المسؤوله عن الارتخاء او النشوه. من هنا الموضوع بدا يتطور مع الناس، وانهم بداوا يستخدموه بطريقه غير آمنة. بدأوا يستخدموا موجات تانية زي الألفا والبيتا والثيتا، حتى استخدموا ترددات مختلفة عشان يوصلوا لأقصى درجة من النشوة. وابتدى النوع ده من المحفزات تسمى بالإلكترونيك دراجز أو المخدرات الرقمية. وابتدى الموضوع ينتشر في فترة طويلة جدا، وخصوصا الأيام دي بعد انتشار الإنترنت وانتشار المزيكا بشكل أوسع، وأصبح الإنترنت متاح لكل الناس وكل الفئات العمرية. بعد انتشار المخدرات الرقمية بشكل واسع وإن أصبحت متاحة لكل الناس، وطبعا ده لأن مفيش قانون بيجرمها زي المخدرات العادية، فانتشرت بشكل كبير جدا بين أوساط الشباب في الآونة الأخيرة. وعلى حسب بعض التقارير إن أكدت إن 80% من اللي بيتعاطوا المخدرات الرقمية بيوصلوا للهدف المنشود منهم في الوصول للنشوة والسعادة زي المخدرات العادية. وطبعا زيها زي المخدرات العادية بيكون ليها سعر، وابتدت المواقع تقدمها بشكل كبير بمساحة التراك أو بالموجات اللي بيقدمها الموقع ده حسب نوع النشوة أو الإحساس اللي أنت عايز توصل له. وطبعا زيها زي أي منتج وسلع بيبقى ليها تمن، إن تمنها وصل دلوقتي على بعض المواقع لمئات الدولارات. رأيك كارف وكل يوم بسعر، ما تبطلوا جشع بقى. الصنف الموجود معايا ده ما نزلش البلد من 50 سنة على ابوه. والمواقع دي بدأت تقدم المنتجات دي بطرق مختلفة، زي انك تجرب الاحساس الاول وبعدين تشتري من الموقع. حاجه زي التركيبه دي انك تقول لهم الاحساس اللي انك عايز توصل له، ويركب لك التراكات بالمده انك تسمعها بشكل معين وبجو معين عشان توصل للهدف المنشود منها وهو النشوه. وابتدى الموضوع دوت عند بعض الناس يقلب معاهم بصرع وبيقلب معاهم باكتئاب حاد، وده لان الموضوع اصبح متاح لكل الناس. الموضوع مش عليه رقابه ومش عليه تجريم او قوانين بتجرم الموضوع دوت زيها زي المخدرات العاديه. طيب هل المخدرات دي ليها اضرار زي المخدرات العاديه؟ الاطباء النفسيين في الوقت ده انقسموا لقسمين، منهم اللي اكد ان المخدرات دي عباره عن شويه اوهام، وانها ممكن يستخدموها كعلاج للتشتت الذهني لبعض الناس، ان عدم التركيز او عدم الانتباه. والناس تانية من الاطباء دي اكدت فعاليه او ضرر هذه المخدرات زيها زي المخدرات العاديه، وخصوصا ان الافراط في الاحساس بالنشوه ده بيبقى زيه زي المخدرات العاديه، زيها زي تأثير الحشيش على الدماغ. واعتراض الأطباء النفسيين التانيين اللي كانوا معترضين عليها وإنهم الاعتراف بيها كنوع من أنواع المخدرات، وذلك لأنها منشأها أصلا نفسي وليس كيميائي زي تأثير المخدرات العادية. ولكن النوع الثاني من الاطباء كان ليهم تحفظ تاني على المخدرات دي، انها بتفتح الطريق ناحيه ان اللي بيفرض فيه الاحساس بالنشوه انهم يفتحوا طريق ليهم لتجربه المخدرات العاديه، او انهم يبقوا مدخنين، او انهم يجربوا الاحساس دوت، خصوصا انهم اتعودوا عليه في المخدرات الرقميه. الاتفاق الموحد كان على ان المخدرات دي ليها اضرار وليها تاثير سلبي على الدماغ، وخصوصا انها بتاثر على خلايا المخ. تاثيرها السلبي على خلايا المخ ده هو الحاجه
لان كانوا متفقين عليها، ولان انتشارها واسع جدا ومعلوش رقابه ومش محتاج ان الناس توزعه زي الديلر في المخدرات العاديه، وقوانين بتجرمها او ان الشرطه بتطاردها زيها زي المخدرات العاديه، لانها سهله الانتشار جدا وسهله ان حد يحصل عليها. بتبقى متاحه جدا على كل المواقع وبتبقى متاحه جدا لكل الفئات العمريه. وبالفعل حاليا بداوا انهم يجرموا الموضوع ده من المخدرات، وانهم بداوا يضيقوا عليهم الحدود في المواقع اللي بتقدم النوع ده من انواع المخدرات، وابتدوا يشتغلوا في الانترنت المظلم او الديب ويب. السؤال دلوقتي هو الانواع دي من المخدرات دي تعتقد انها هيبقى ليها تاثير او انتشار اوسع في المستقبل، وازاي تحمي الشباب او اللي حواليك منها؟